سلام كبيدات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كنتمنى الجميع يكون على خير وبخير. كبيدات ديالي اليوم يسرى جات مقهوره وكتبكي، عطلك صافي وصلت لواحد المرحله اللي غتقدر تفارق مع راجلها وتربي البيبي ديالها بوحدها. يا ترى شنو المشكل اللي خلاها تعمل هكا؟ نشوفوا المشكل وتقول لكم الجنين، نوع الجنين اللي عندها. بالحقيقه قالت ما غتقولش اليوم النوع الجنين اللي عندها بالنسبه للناس في انستغرام وكلشي كيسولا، في جميع المواقع كلشي كيسولا شنو نوعيه الجنين اللي عندها، وهي ما غتقولش دابا. وغادي نعلمكم به من بعد ان شاء الله. يعني دوز عندي هاد المشاكل اللي كنعيشهم دابا في داري وكلشي، غير واحد السيمانه بحال هكا كل شحال، وغادي نقول لكم واش عندي بنيته ولا وليد وصافي. هذا مكان، وكنتمنى ان شاء الله يدير شي تويت الخير. اليوم صبحت عيانه بزاف، كنحس بالخذلان، بالخمول، كل شيء، اي حاجه خايبه صراحه. يعني شوفوا هاد الفتره هذه كيدوز منها الانسان بزاف. شوفوا ماشي غير انا، ولكن انا كنشوف راسي ما عنديش الزهر مع الناس كاع، ما عنديش الزهر كاع مع الناس، وبزاف ديال الحوايج. عندي مشاكل في داري عائليه بزاف من ديما، وانا كنعاني منها، ماشي اول مره ولا شي حاجه. وقررت ان ناخذ واحد الخطوه وواحد القرار في حياتي اللي ديما كنت كنبغي نديرو، وكنت كنبغي نزيد صافي. يعني كتكون عندي هذا القرار كنبغي نديرو، ولكن كنقول نتراجع، كنتظر من الانسان اللي معايا انه يتبدل واحد النهار. ولكن اكتشفت ان ما عمر شي حاجه غادي تبدل، ما عمر شي حاجه غادي تغير ولو شويه. يعني نفس الشيء كنساليو مشكل دابا ونتصالحوا عليه، صافي. يعني احنا عندنا ما بين مشكل ومشكل 5 المشاكل. عييت 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 لواحد الدرجه ما تصورش. وانا ماشي من النوع اللي صراحه غادي نبقى صابره لمده 3 سنين ولا 4 سنين. صافي كوميم شويه، يعني راه انسان كيبان، يعني من الشهره الاولى كيبان واش تقدري تزيدي ولا ما تقدريش تزيدي. المهم هذا الموضوع هذا ما غاديش نطول فيه بزاف في هذا الفيديو. يعني بالنسبه للناس اللي يقولوا لي علاش ما حاضرش معاك الزوج ديالك وداكشي، حنا عندنا مشاكل دابا. كيف ما شفتوا ما حضرش معايا في اول مره مشيت، يعني باش نطمئن على البيبي وبزاف الحوايج. ما مشاش معايا دابا. يعني ديما كنحس براسي بوحدي، ديما ما كنلقاش داك، يعني وليد راه ماشي ديالي بوحدي، ولا بنيته ماشي ديالي بوحدي. ما كنلقاش معايا السند كيف ما كنقولوا كاع. انا ماشي على هاد الغرض هذا تزوجت باش صافي نحمل والله يعاوني، لا تزوجت باش نكونوا ديك الموده والرحمه واللي كنسمعوها كاينه في الزواج، ما كايناش. ما انا بالنسبه ليا وتجربتي ما لقيتهاش. صافي بلا ما نبكي، بلا بحال هذا الموضوع هذا سمحوا لي، هذا الموضوع هذا هو اللي مأثر فيا بزاف، واللي اصلا مأثر فيا. صافي هادشي اللي غادي نقول في هذا الفيديو هذا من بعد ان شاء الله، ونشرح لكم التفاصيل. حيت مخافيه كان اعظم بزاف ديال الحوايج كاينين. انا نشوفه من النوع اللي ما كيهمنيش هذا انسان يتشفى فيا ولا هذا انسان يضحك عليا، ولا اللي بغى يتشفى اللي بغى يهضر تيشبع ويكري فم، الا ما كفاهش فمو يكري فم يهضر به حتى هو. واصلا ديجا الهضره فيا ديجا زعما ماشي زعما نقولوا واحد الانسان اللي مقيوله من هضره الناس وعاد غيهضروا فيها. ديجا الهضره وديجا الشفاء. بالنسبه لليسرى قالت لك اسيدي اللي بغى يتشفى، واللي ما عنده اللي عنده فم يدير 10، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. وهي المهم هي اللي عايشه في هاد المشاكل، وهي اللي كتحس بهاد المشاكل، وهي اللي عطلك ما عندهاش السند كتحس به. ماشي السند دائما هي بوحديتها، لا كتولد وتربيه بوحديتها تبقى بوحديتها احسن. المهم شوفوا شنو غنعرف راسي شنو غندير، حيت بزاف د الحوايج غيتغيروا من هنا لقدام. غنعرف راسي شنو ندير، واش هادي ولا هادي، ونشوف القرارات ديالي. وهذا مكان نتمنى تكونوا فرحانين معايا لهذا الشيء هذا. ما غاديش نقول لكم واحد الحاجه اللي غيقولها لي بزاف ديال الناس واللي لقيتها شويه، وغادي نطرق ليها في هذا الفيديو هذا وهذا الموضوع هذا دغيا. بزاف الناس يقولوا لي علاش ضربتي وحملتي معاه وهادي. فغادي نقول لكم داك الوليد ولا بنيته مكتاب له يعيش في الدنيا ومكتاب له يجي.
وانا بغيته بكل قلبي، يعني واخا يكون مع شنو من بعد يكون، انا هاد الجنين اللي فكرتي انا باغاه، انا بغيته. مهم البنات، شنو رايكم في الكلام ديالها، وشنو رايكم في ردة الفعل ديالها مع الراجل ديالها؟ واش تقدر ترجع؟ واش يقدروا يتصالحوا؟ واش صافي غادي يسالي؟ وشنو رايكم؟ هي كتقول لك قررت وصافي، هو راه عايره في واحد البوست خرج فيها كيقول لها الماء والشطابه تلقى على البحر، واللي بغيتي ديرو ديرو. وشنو رايكم دابا نتوما؟ اش كتنتظروا منا؟ واش غادي يسالي ولا شنو هادشي؟ واش البارح تزوجتو واليوم غادي تسالي، وديك البيبي مسكين غيضيع بيناتكم؟ واخا تقولي غتربيه، واخا تقولي غتوكلوه، راه ما كاينش بحال الام والاب. المهم تحياتي لكم البنات، وما تنساوش لايك واشتراك في القناه، يوصلكم دائما الجديد.